السلام عليكم الناس الكل ومرحبا بكم في استيزون. اليوم خرجت قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، والترجي التونسي سيواجه بصفة رسمية الاهلي المصري في ربع النهائي. مواجهة كبيرة بين زوج فرق كبار في افريقيا. ماتش الذهاب باش يكون في رادس في استاد حمادي العقربي قدام جمهور الترجي، اما ماتش الاياب باش يكون في القاهرة في مصر. مواجهة صعيبة بطبيعة الحال. الاهلي فريق عنده تاريخ كبير وخبرة افريقية، اما زاد ما ننسوش الترجي التونسي غول افريقيا اللي ديما حاضر في المواعيد الكبيرة. نستناو ان شاء الله جواراتنا باش يلعبوا بتركيز وبروح قتالية، وعندنا كل الحظوظ باش نتعداو للدوري الجاي. نحكيو توا على ماتش بن ستيفان، اللي ماتش كان سهل نسبيا. ربحنا 3-0، سيطرنا عليه من البداية للنهاية. رجل المقابلة كان هو فلوريان دانو، اللي سجل الهدف الأول بطريقة رائعة، وعمل اسيست في الهدف الثاني كسيل أبو عالية، وجاب ضربة الجزاء في الهدف الثالث اللي سددها مع محمد أمين بن حميدة. أداء كان ممتاز منه، مباراة كاملة ومتكاملة، وإن شاء الله هذه تكون مباراة العودة لفلوريان دانو. وزاد تحية المدرب المؤقت كريستيان براكوني، اللي عرف كيفاش يسيطر الماتش ويحضر الفريق بالباهي. الماتش كان تحضير باهي للدربي، الدربي ضد ملعب التونسي اللي ان شاء الله باش يكون السبت في رادس. اما الماتش باش يلعب في الماضي ساعة متاع العشية في رمضان، حاجة صعيبة شوية على اللاعبين وخاصة على الجماهير. اما الدربي يبقى دربي، والترجي ديما تكبر في الماتشات الكبار. هذا هو كان الفيديو اليوم. ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نحكوا على ماتش الملعب التونسي اكثر، بنحكوا على التشكيله المحتمله ومش تكون باش يشد الماتش المدرب المؤقت براكوني، والا باش تكون اول مباراه للمدرب الجديد باتريس بومال. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، شكون ينجم يتعدى وش رايكم في القرعه. ما تنسوش اللايك واشتراك، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.